انا ما ارضعلكش. ليه؟ لانك انت كسرت العقد اللي اتفقنا عليه مع بعض. فافتكر الوقت اللي جاي محتاجين ان الوعي بتاعنا يوسع شويه. انا مبسوط باللقاءات بتاع الزراعه، بس يا ياسر بتعملوها وقت الكنيسه. يا اما يوم تاني. طب هنظبطها بقى. نظبطها. بس اوعى تروح الزراعه ده مش كنيسه. مش عايزين نخاطر تاني. قول ازاي؟ نفسي في الوقت اللي جاي نهتم والمفهوم بتاعنا يكبر ونخرج بره الصناديق اللي اتربينا فيها. الملتحي ده مجرم، اوعى تقرب ليه. المسلم ده خلي بالك منه، المسيحي ده ما يتضمنش. ان احنا نخرج بره الصندوق ده ويبقى عندنا الوعي الكافي اللي يدينا الحد الادنى من المشاركه الفعاله اللي تصنع التاريخ، لان الوقت اللي احنا فيه ده هو وقت صناعه التاريخ. الوعي الكافي اللي بيه نقدر نشارك في صناعه تاريخ بلدنا اللي هي اغلى حاجه عندنا. شكرا. أنا الأستاذ محمد السيد سليمان، صحفي مصر اليوم. نفسي أشاركنا في حاجة صغيرة هناخد وقتنا من وقت عماد. مساء الخير. يمكن من ساعة الأستاذ سعيد بس اتصل بي وقال لي عندنا مؤتمر الائتلاف 25 يناير كنيسة الراعي الصالح. هو كان عارف إنه عندي مؤتمر الساعة 8 برضه جيبك. أنا فضلت المؤتمر، كانت مفقودة منينا. يمكن امبارح كانت معايا تجربة ما أتمناش إنه حد يعيشها فيكم. أنا يعني متعود في أي وقت مش بقبل تليفوني خالص إطلاقا. الساعة 6 الصبح ناس كتير اتصلت عليا راحت جونا شغلها، فبتقول لي في دخان على الطريق الدائري ورا مبارك 7، ورا حي مبارك 7 صباحا طبعا. إن شاء الله يبقى الشهداء بعد كده منطقة 7. أنا قلت الساعة 6 طبعا استحالة هروح وحدي في مكان زي ده. انتظرت ل 6:30 اتصالات تاني لحد ما كلمني مدير التحرير الساعة 7. أنا ما لقيتش مفر إني لازم أتحرك. يعني جهزت الصبح ما حضرتش وطلعت رايح على أساس إنه هلاقي كرتونة، شوال، شوية مستندات، هلاقي عسكري بيحرقهم، هلاقي من شرطة بالكتير. فمتحركين بالعربية واتفاجئنا تلال من المستندات والملفات خاصة بأمن الدولة. أمن الدولة مش يعني كل واحد فينا ليه ملف، بس في ناس تانية ليها ملف. الأصول دي حاجة الدولة، في ناس أسرار دولة. يعني أنا معاك إنه في أسرار شخصية للناس موجودة في الملفات دي، الأصول ما حدش يطلع عليها تتحرق، بس في أسرار تانية للدولة، ملفات الناس، تعاملات محافظين، إزاي نجحوا بالتزوير أعضاء مجلس الشعب، المحليات إزاي تم التزوير فيها، حاجات كتيرة قوي. أنا اللي كان هاممني ده. فوصلنا هناك فاتفاجئت إن كل مجموعة أمن الدولة من الوكيل لآخر فرد فيها موجودة. أنا ذهلت طبعا، يعني وقفت كده مش عارف، ما عرفتش أتصرف. ففي واحد قال لي ارجع يا محمد أحسن لك. قلت له طب ليه كده تعمل؟ قال لي ارجع أحسن لك. قلت له طب اديني ملفات الحزب الوطني، اديني ملفات أعضاء المجلس المحلي، اديني كانت عايز ملفات بعينها، يعني مش محتاج أي ملفات تانية شخصية هم بيفبركوها للناس سواء من المسلمين أو المسيحيين أو الأئمة أو القساوسة. قصاد كده ما رضيش يديني حاجة. أنا طلعت مشيت لأن كانت الحتة صحراء طبعا هناك مرفوعة، وكان الصبح بدري فكانت الرجل عليها قليلة جدا. أنا معايا كاميرا زوم نيكون دي 200، يعني اللي يعرف الكاميرات دي يقدر يجيب بيها تصوير من بعيد. أنا صورت من بعيد، صورت جامد يعني. برضه مش راضي نفسي التصوير ده، عايز أجيب مستندات. لفيت وكلمت الرائد ياسر من القطاع العسكري، العقيد ياسر من القطاع العسكري، هو ماسك المكان يعني. فبلغته وبلغت المخابرات العامة والمخابرات الحربية. يعني هم تأخروا شوية، قعدوا ساعة مكبوسة.
انا برضه لفيت من ناحيه الفيلات وركبت فوق تبه جبل وصورت برضه تاني. فشافني حد فيهم قال لي منور الصحراء يا محمد. قال لي منور الصحراء. انا دخلت وسكت. في اللحظه دي هم عرفوا انه الجيش جاي. فجاه لقيناهم مشوا كلهم، الاربع عربيات الموجودين والامناء والافراد والظباط مشوا. حكايه حاطين واحد درجي زي ما بيقولوا يشوف مين اللي جاي على الملفات الكوام دي. كوام يعني لو قلت يعني أفضلت الكلام ده ممكن نقول تريلتين. التريلا الأولانية اتحرقت على شمال الشارع وانتهت خالص، كانت واحدة بالليل. الصبح الورق طبعا لما بيتحرق فوق مش قادرين يقلبوا تحت، هم جايبين مواسير كبيرة مش قادرين يقلبوا بيها تحت. لقيت المكان فاضي فدخلنا أنا وزميل ليا وقعدنا بعد كده نطفي في صابعي أحد شيء صابعي. كنا نطلع الملفات ومهتم اني اطلع الملفات، فوصلت لكم ملفات. اول ما بدات بمديريه الاوقاف حتى عامل المسجد حطيت الموت لانه قايل له ممكن يقتلونا من بعيد، خلي بالك. حطيت الموت بين عينيا وجريت يعني. اول ما جريتش من زمان، من ايام ما كنت العب كوره يعني. الصحراء هناك ناشفه من المطره، تلاقي تراب وتلاقي حجاره، فالواحد يعني قطعت مسافه كبيره بتاع 700 متر وانا باجري وماسك ملفات والكاميرا وقعت. احاول بقدر الامكان عايز اخد الملفات دي يعني انجو بيها واحد. لقيت العمليه نزلت جبل وطلعت فما قدرتش اكمل تاني، لا قلت استسلم احسن. جوني 3 افراد يعني هددوا الاول بالسلاح والكلام ده، فانا قلت يعني بدل ما استمر يضربوا نار فيبقى العمليه راح لوحدي على الفاضي كده. فخلاص استسلمت. خدوني واحد ضربني على ازازه، كان في ازازات مرميه كتير في الجبل فضربني عليها، فانا الواحد ثابت رجليه وهم عليه والحاجات دي. قلت لهم شيلوني. فانا خلاص مش قادر، فهم بدل في الاخر ما يقدروش يشيلوني برضه كروني سحبوني من رجلي وهدومي. فالواحد خلاص انتهت رجليه وجسمه خالص. وصلت هناك فبداوا بعد كده يكشفوا فينا والكاميرا والموبايلات سحبوها. اللي جاي دلوقتي الظباط كلهم. احنا كنا متصلين قبل كده بالعبد ياسر، فجيت اللحظه دي انا اغمى عليا يعني وحاجات كتير قوي. اتعاملوا معانا وحش قوي الافراد يعني للامانه، لانه يمكن الضباط يعرفوني عارفين كصحفي بس مش بتعامل معاهم يعني نديهم شويه. الجيش انقذنا وودونا المستشفى. قعدت 3 ساعات. انا ما خدونيش مستشفى عام، خدوني مستشفى في عياده في مبارك 5. قعدت 3 ساعات هناك وربنا ستر يعني، وجانا زمايلي واصحابي ولما شافوا مدير التحرير كده برضه. الحمد لله احنا قدرنا بالجيش والنيابه العامه بلغنا حسب النيابه العامه بس يعني الحمد لله انه في حاجات اتحرقت، لانه الحاجات زي ما حد قال دلوقتي كانت هتعمل فتنه وحرب بين الناس. مفيش حد ماليه ملف، سواء حاجات كتير قوي يعني بنقرا ايه دخلهم، ايه ده حاجات كتير ايه دخلهم فيها. فالحمد لله يعني الواحد قدر الجيش امبارح يستولى على حاجات كتير قوي تهم البلد. والنهارده الحمد لله كلهم خدوا اجازه وسلمت المقار كلها للبلد. فانا يعني اتمنى يعني الحاجه ما نغلبهوش على مصلحه. كان ممكن انا كل الناس اللي عكستني وما قلتليش الساعه 7 صح مين؟ انا مفيش غيري في الغردقه بروح اجيب جرايد الساعه 7. يعني لو حد يعرف حاجه ما يروحش مكان بعيد الا بمساعده ناس او مجموعه، انه يعني هيتعرض لخطر جامد والمصلحه هتكون اكبر لو جبنا المستندات دي او جبنا حاجه. وبرضه النت يعني يساعدنا لو في اي مستندات في اي مكان ننشرها ومحدش يخاف دلوقتي انه خلاص. لا مش شأن الدوله، الفساد الاداري والمالي والموجود يعني. اما الجيش الحمد لله يعني اصدر قرار بعدم النشر، وان شاء الله الصحف بكره تلتزم بيه. فانا بشكر القائمين على هذه الندوه اتاحت الفرصه ان نلاقي الجمع الكريم ده. يعني الندوه دي لو قبل 25 يناير كنتوا هتلاقوا ال3 اللي ورا دول. الاستاذ سعيد عارفهم يعني. كانت كتب التقرير ومين اللي حضر ومين اللي اتكلم ومين اللي تجاوز الكلمه يعني كانوا معروفين اللي بيحضروا الندوات مين اللي كان موجود. فالحمد لله انا اضمن 100% مفيش حد مننا من الجهاز. شكرا استاذ محمد، طبعا انقذ ما يمكن انقاذه، ونحييه طبعا على العمل والشجاعه اللي هو عملها.
واعتقد انه ناس كتير لو اتعرضت لنفس الموقف تكون بنفس العمل، ان احنا كلنا بنحب بلدنا، ما نحبش ابدا انه يحصل فيها حاجات تضرنا وتضر بلدنا. 15 دقيقة يوعدنا. في وقت كلام غلس بجد، في وقت ان احنا نذاكر، احنا واجب علينا نذاكر، واجب علينا. انا ممكن عايز لا واجب علينا ان احنا نذاكر علشان الامتحان قرب، صح؟ 19 مارس. اول امتحان 19 مارس وفي امتحانات جايه اوكي، فمعلش اعذروني اذا كان الكلام غلس، لكن مهم ان احنا نعرف نظام الحكم في بلدنا شكله ايه، ومهم ان احنا نعرف ممكن نشارك ازاي في الفتره دي. اول حاجه ده كاريكاتير ناس اللي هدت الجزء الاعلى من الهرم. الهرم مكتوب عليه اوتوكراسي، هو نظام حكم اوتوقراطي، معلش انا اسف على الحاجات دي. وفي ناس بتتثابت تحط ايه مكان الهرم اللي اتشال، ففي ناس شايله